عمر ابن الخطاب. نيجي ونقول بما تفسر ليه لماذا هواي عارف اشرح السبب بنى عمر بن الخطاب بيت للمسلمين ليه مش خطاب سيدنا محمد؟ قبل كده؟ لا تعال ولا خليك لاتساع الدولة وكثرة إيراداتها. تساعد الدولة وكثرة إيراداتها ومواردها. طيب نيجي بعد كده ونسأل سؤال مهم، من الذي بنى مدينة بغداد؟ معاوية بن أبي سفيان. اتصلي معانا. مين الذي بنى مدينة بغداد؟ تعال يا مدينة بغداد. أبو جعفر المنصور. أحسنت يا طموح. أنا عندي أبو جعفر المنصور هو اللي بنى مدينة بغداد. من الذي بنى مدينة سامراء؟ المعتصم. اهتم المعتصم بالجيش لصد هجمات الروم وايه كمان؟ والقضاء على ايه؟ الصواب. تمام. فتح المعتصم عمورية. طيب لما نيجي نقول المؤسس الحقيقي للدولة العباسية أبو جعفر المنصور يعتبر هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. فهمت يا غالي؟ المؤسس الثاني للدولة الأموية. المؤسس الثاني رقم 2 الدولة الأموية عبد الملك ابن مروان. تمام. من الذي بنى مدينة القيروان؟ معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان اهتم بالعمران وبنى القيروان. آخر ملوك أو خلفاء الدولة الأموية في معركة غلط. مروان ابن محمد. انتصر في معركة الذهب على مروان بن محمد. مين اللي انتصر؟ أبو مين؟ عايز حد جديد؟ عايز حد جديد يا هاجر؟ أبو مسلم الخراساني. كان عندي أبو مسلم الخراساني هو اللي انتصر في معركة الذهب وانتهت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية. طيب لما نيجي ونقول من كتاب الوحي يبقى معاوية شارك في حروب الردة وكان والي على بلاد الشام. جاء بعد معاوية بن أبي سفيان عندنا عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة. عبد الملك بن مروان لما بنى مسجد قبة الصخرة عمل ايه في العملة الإسلامية؟ ضرب العملة الإسلامية. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلى عليه الصلاة والسلام. أهم أعمال الوليد بن عبد الملك يعتبر سادس خلفاء الدولة الأموية. اهتم بالعمران فبنى المسجد وأعاد بناء المسجد ووسع الحرم ومهد الطرق وحفر واهتم بالفتوحات الإسلامية وقدم الخدمات كرعاية المرضى والفقراء. عمر بن عبد العزيز هو ثامن خلفاء حافظ على
أخذوه من عينة ولاية اتصفوا بالتقوى، اهتم بإنشاء المساجد ومهد وحفر واستصلح ونشر الإسلام بالقدوة والموعظة، أطلق عليه خامس الخلفاء. من أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية تولي ملوك ضعفاء بعد